طبيعة قاسية جدا. الوادي كله كان أحراش، وكان فيه منغمر بحاجتين يعني بعاملين مهمين جدا، يعني مية النهر ومية البحر. البحر كان عالي والنهر كان عالي، بيتقابلوا عند الجيزة. ما كانش فيه حياة، ما كانش فيه أي فرصة لحياة بشرية أو تجمعات. أنا مش هقول لك حضارة، ده ما كانش فيه أساسا فرصة لتجمعات بشرية. يعني الجيزة ديت ما كانت منطقة منغمرة. من أهم المزاعم والادعاءات بتاعت تيار التاريخ البديل أو الحضارة المفقودة هو إشارتهم إلى وجود شقوق أو علامات نحر مائي في السياج المحيط بجسم تمثال أبو الهول. يعني إيه السياج؟ إحنا لازم نعرف إن أبو الهول كتمثال ما اتبناش، هو اتنحت، تم نحته من البيدروك، من حجر الأساس بتاع التربة الأساسية بتاعت هضبة الجيزة. وهضبة الجيزة عبارة عن تربة من الحجر الجيري اللي هي بتنتمي جيولوجيا إلى الطبقات بتاعت جبل المقطم. الموضوع ابتدى إزاي؟ في نهايات القرن العشرين تقريبا 1980 كان عالم المصريات البديل جون أنتوني ويست، وده راجل باحث في الميستيسيزم والميثولوجي بتاع مصر القديمة. وأنا أنا بحبه في هذا النطاق. لما بيتكلم عن الميثولوجي وبيتكلم عن الميستيسيزم بتاعت مصر القديمة بيقول كلام رائع. بس لما ابتدى يتكلم عن احتمال وجود حضارة مفقودة أو تاريخ بديل في مصر القديمة، أنا لم أتفق معه في هذا الطرح. حوالي 1990 اتصل جون أنتوني ويست بأحد علماء الجيولوجيا وطلب منه أن يجي يدرس العلامات النحر الموجودة في الحوض بتاع أبو الهول. فكلمة الحوض دي عشان عايز أوضحها بس، يعني إيه الحوض؟ يعني إحنا لو هنشوف كده زي ما هوريكم دلوقتي صورة اريال فيو للتمثال أبو الهول، هنلاقيه إن هو موجود في حوض مستطيل له 4 جوانب، منهم جانبين فيهم شقوق واضحة وعلامات نحر واضحة. طب ازاي التمثال يبقى موجود في الحوض كده؟ لان زي ما قلت لكم التمثال ما اتبناش، التمثال اتنحت، تم تفريغ التربة اعتبار الحوض ده كمحجر، فشالوا منه كتل حجرية بنوا بيها المعبد بتاع أبو الهول. يعني الكتل الحجرية اللي طلعت تم بناء معبد أبو الهول اللي هو قدام التمثال بهذه الكتل الحجرية. فلما تفرغ التمثال ابتدى يتعمل الشغل والنحاتين يشتغلوا على البروز اللي كان بروز طبيعي. يعني هو ليه الفكرة بتاعت تمثال أبو الهول برضو دي مهمة قوي. المصري القديم كان مغرم بالتشكيلات الطبيعية للأحجار الموجودة مثلا في الجبال في الهضاب. احنا عارفين ان ممكن التشكيلات الجيولوجية تدي مثلا مناظر زي مناظر حيوانات مختلفة، وده شيء موجود في الواحات بتاعه الصحراء المصرية الغربية. يعني في الفرافرة مثلا هتشوف اشكال الحيوانات، في الصحراء البيضاء هتشوف اشكال الحيوانات. فبالمثل كان موجود هذا بيسموه بالانجلش اوت كروب، يعني بروز. كان في بروز بيشبه جسم الحيوان. يعني هو اللي خلى المصري القديم يفكر انه ينحت تمثال ابو الهول ان كان في بروز طبيعي زي اللي موجود في الصحراء البيضاء، زي موجود في واحات الفرافرة، لشكل ممكن نعتبره شكل حيوان، جسم حيوان. ممكن تقول عليه اسد او مش اسد، بس ممكن يبقى فاين تيوند ويتهذب ويثقل نحتيا ويبقى يتشكل على شكل مثلا اسد او تمثال ابو الهول. فدي دي قصه النحت الجسم. التمثال كان موجود كنتوء كبروز طبيعي منذ بدايات وجود الهضبه، من آلاف السنين، من ملايين السنين. بس المصري ابتدى يلحظ هذا التشابه مع جسم الحيوان، وابتدي يحفر فيه وينحت فيه مع بدايات الأسرات. احنا مش بنقول مثلا ان ابو الهول ده ابتدى يحصل له كليرنس كده ويبتدى يبقى يتحفر الحوض دوت من الأسرة مثلا الرابعة. لا، ممكن يكون ابتدى يتحفر ويتوسع له من بداية الأسرة الثالثة مثلا، بداية الأسرة الثانية.
إنما تكوين الجسم والنحت النهائي وإضافة شكل آدمي على الرأس ممكن يكون ده في الأسرة الرابعة. فأي إشارة زي مثلا لوحة الإحصاء أو ما شابه، بأنه خوفو كان بيعرف أنه في تمثال هنا أو في بروز هنا، أو هو ابتدى يعني يضيف إليه أو يعمل له صيانة أو يبتدي، ده مش مستغرب، لأن الأوت كروب كان موجود من بدايات الأسرات الأولى. ليه؟ لأن في البداية كمان كان من المفترض أن هو الشكل الطبيعي لهذا البروز للأوت كروب بيبقى بيماثل شوية أحد الآلهة اللي كانت بترعى هذه الهضبة، اللي هو الإله سوكار. فالإله سوكار ممكن مع بدايات الأسرة الرابعة تم يعني إعادة نحت الأوت كروب دوت إلى ما يشابه الملك، سواء خفرع أو خوف. فدي نبذة صغيرة كده عن بدايات الفكرة بتاعت تمثال أبو الهول. نرجع لجون أنتوني ويست واستعانته، يعني استعان بروبرت شوك. روبرت شوك كان راجل جيولوجي من أمريكا من جامعة بوسطن، وكان لسه متخرج يعني حديث، فقال له أنت ممكن تيجي تدرس لي الشقوق والعلامات النحر اللي أنا شايفها في الجدار الغربي والجنوبي. قال له طب تمام، لأن هو طبعا وافق إنه يشتغل من غير مقابل يعني، وكان جون أنتوني ويست مش ما عندوش الاستطاعة المادية إن هو يدفع لحد يعمل دراسات، لأن دي مكلفة جدا. فجي روبرت شوك وشافها، وبعد ما بص عليها وقال لا مفيش كلام، دي علامات نحر مائي. قال له يعني ايه؟ قال له لا، ده مش نحر مائي بس، يعني ده نحر نتيجة أمطار، هطول أمطار، مش أي أمطار، دي تورنس يعني سيول استمرت آلاف السنين عشان تعمل الشقوق العميقة ديت. فجون أنتوني ويست قال له طب يعني احنا ممكن نرجع تاريخ الحفر أو الشقوق ديت والنحر ده إلى أي فترة؟ قال له لا، ما اقدرش احطها في عصر الأسرات، لأن دي عصر مصر القديمة، عصر كانت فترة جافة إلى حد ما، يعني كان فيها أمطار بس مش أمطار غزيرة. إنما الفترة اللي هي فيها أمطار غزيرة هي الفترة اللي بنسميها الفترة المطيرة أو الأفريكان هيوميد بيريود، الفترة الأفريقية الرطبة. إيه الفترة الأفريقية الرطبة دي؟ هي الفترة اللي كانت بتعقب الآخر فترة جليدية، آخر العصر الجليدي. طب كانت إمتى دي؟ كانت ابتدت 12500 قبل الميلاد وانتهت 3500 قبل الميلاد. طب إيه شكل مصر جيولوجيا وتوبوغرافيا ومناخيا كان إيه في الفترة ديت، عشان أقدر أحكم على الموضوع بتاع يعني أصل هو أنا مش بعيب على المتفرج المصري أو العربي إن هو لما واحد قال له ده في عالم جيولوجيا بص على الشقوق قال إن هي بتاعت شقوق مطر وسيول، وطبعا الفترة المطيرة كانت موجودة 12000، إذن فأبو الهول يرجع ل 12000 أو 10000 قبل السنة. إذن برضو بناء عليه على طول 1 2 3 يبقى في حضارة مفقودة هي المسؤولة عن بناء أبو الهول. فطبعا الكلام هنا مش عايز نقاش، يعني اقنعني بقى ان ده مش، بس يعني واقع الامر ان روبرت شوك رايه العلمي ما هواش كان الراي الوحيد، وما كانش هو الراي الصائب، بلس ان هو ما كانش واخد في الاعتبار شكل مصر ومناخ مصر وتضاريسها في فتره بتاعت 12000 او 10000 او 8000 حتى قبل الميلاد، وخاصه وادي النيل او ملتقى الوادي من تحت عند الجيزه. كان شكل مصر ايه؟ هل يسمح بوجود حضارة كأسرات أو غير أسرات أو أي حضارة مفقودة أو حتى كائنات فضائية؟ هل يسمح به هذا؟ ده اللي أنا عايز أقول لكم عليه، إن الفترة اللي اتكلموا عليها اللي اسمها الأفريكان هيوميد بيريود أو الفترة المطيرة، على فكرة استمرت حوالي 7000 سنة. ده كانت مصر شكلها إيه؟ كان نهر النيل هائج طول السنة. أولا نهر النيل ما كانش كده، نهر النيل كان عريض جدا وعميق وكان مخيف قوي جدا، لأن الفترة كانت في حاجة اسمها المانسون رينز، يعني الأمطار الموسمية. دي كانت أمطار بتستمر لشهور، مش على الحبشة بس، دي كمان بتستمر من أول البحيرات بتاعت فيكتوريا، البحيرات الاستوائية، لحد فوق السودان وانت داخل على أسوان، كل ده مطر. يعني شوف كمية المطر اللي كانت النهر بيبتلعها، واللي كان النهر بيحاول يستوعبها، خلته دائما في حالة هياج. مش هقول فيضان، هو طبعا في فيضان موسمي بس كان عنيف جدا عنيف جدا مدمر، وانما طول السنة كان هائج، وكان بيمتد على الضفاف بشكل مستنقعات. يعني الفترة المطيرة ديت بتتميز بحاجتين: نهر النيل هائج وقوي جدا،
وعمق المية وارتفاعها رهيب، لأن كان بعض العلماء الجيولوجيا ابتدوا يعملوا دراسة للأطوال اللي كان بيوصل ليها الفيضان، يعني منسوب الفيضان كان بيوصل لإيه؟ كان بيوصل ل 120 قدم. ب 120 قدم، عارفين 120 قدم يعني إيه؟ يعني 36.5 متر، 36 متر فوق مستوى الفيضان اللي احنا عارفينه اللي قبل السد العالي. تخيل 36 متر أعلى. كان بيبتلع مجرى النيل، بيبتلع الأراضي اللي حواليه، بيبتلع الوادي. مش الفيضان بس وكان النهر هو هائج والفيضان وكان المنسون أو الأمطار الموسمية كانت عنيفة طول السنة، لأ، ده كمان من الظواهر بتاعت الأفريكان هيوميد بيريود أو الفترة المطيرة بتاعت أفريقيا، إن البحر المتوسط كان مستواه عالي برضه، لأن احنا طالعين من عصر جليدي كان ابتدى الجليد يذوب والبحار والمحيطات كان منسوبها بيعلو. كان البحر المتوسط منسوبه عالي عن الفترة اللي احنا يعني بدايات الفترة الجافة بأمطار عديدة. فكان البحر بيخش على الدلتا، وكان النيل كان بيخش على الدلتا وبيتقابلوا الاثنين. فكانت الدلتا اللي معروفة عندنا حاليا من أول اسكندرية لحد الجيزة كانت منغمرة وكلها أحراش، بمعنى إن ما كانش فيها مقومات حياة بشرية. تقدرش أحراش. لو حد يعني بيشوف أفلام عن أحراش الأمازون، غابات الأمازون اللي في أمريكا اللاتينية والبرازيل والحتت دي لا يمكن تعيش فيها، ولو تهت فيها بتموت. طبيعة قاسية جدا. الوادي كله كان أحراش، وكان فيه منغمر بحاجتين يعني بعاملين مهمين جدا، يعني مية النهر ومية البحر. البحر كان عالي والنهر كان عالي، بيتقابلوا عند الجيزة. ما كانش فيه حياة، ما كانش فيه أي فرصة لحياة بشرية أو تجمعات. أنا مش هقول لك حضارة، ده ما كانش فيه أساسا فرصة لتجمعات بشرية. يعني الجيزة ديت كانت منطقة منغمرة. فروبرت شوك لما بيتكلم على ان الفترة المطيرة بترجع الى 10,000 و 12,000، الناس فاكرة ان الجيزة هتفضل زي ما هي كده والمنظر هو ما هو احنا كده والاهرامات زي ما هي كده، بس هنشطب على 2500 قبل الميلاد بتاعت فترة مثلا الأسرة الرابعة ونكتب عليها 12,000 بكل أريحية. طبعا دي سذاجة بعيدة بعد تام عن الوعي العلمي والجيولوجي بتاع المناخ والتضاريس بتاعت الفترة. ماشي، انا هرجع معاك انت مش عايز تتكلم عن الفتره المطيره، مش عايز تتكلم على الافريكان هيوميد بيريود، طب اهلا وسهلا. الافريكان هيوميد بيريود ايوه كان فيه امطار رهيبه، وكان فيه فيضان، وكان فيه هيجان للنيل، وكان فيه بحر عالي والدلتا منغمره. فين بقى حضرتك الاهرامات وابو الهول؟ فبيرد بقى دكتور جيولوجي تاني امريكي برضه اسمه روبرت شنايكر ومعاه كولين ريدر، راحوا ردين بعد بحوث ودراسات وسيرفي جيولوجي، وكل واحد فيهم كتب كتاب عن ابو الهول. قالوا ان روبرت شوك اللي استعان بيه جون أنتوني ويست، واللي خدته نتيجته اللي وصل ليه خدتها طبعا تلقفتها يعني المدرسه بتاعت التاريخ البديل، وتصارعت الى المزاعم او الادعاء بان مصر القديمه فيها حضاره مفقوده بترجع الى 12,000 او 10,000 قبل الميلاد. فروبرت شنايكر بيقول بكل نزاهة علمية، لو احنا هنسلم بان ابو الهول ده كان موجود 10,000 قبل الميلاد، ما كانش هنشوف النهارده. يعني ده لو اتبنى 10,000 قبل الميلاد ما كانش هيعيش لحد النهارده. ليه؟ لانه كان هينتهي مع نهايات العصر المطير، كان هينجرف، كان هيتبتلعه، نهر النيل كان هيبتلعه، ما كانش هيقف. لان انا برضو عايز اقول لكم حاجة مهمة، لازم تدرس الجيولوجيا بتاعت الهضبة، بمعنى ان البيدروك حجر الاساس بتاع الاهرامات خوفو وخفرع ومنكورع دي اعلى الهضبة، هضبة مائلة، هضبة الاهرامات مائلة، الاعلى نقطة فيها هي الاهرامات، بتقع على بعد ايه؟ على ارتفاع من 70 الى 80 متر فوق سطح البحر. طب ابو الهول بقى بيقع في منخفض الهضبة، في أسفل نقطة في الهضبة، أسفل نقطة يعني أوطى حاجة، على بعد كام؟ على بعد 20 متر فقط فوق سطح البحر. لو الهرم على بعد 80، أبو الهول بينخفض يعني بيقع أسفل الهرم ب60 متر. ده مستوى منخفض جدا وقريب جدا من المياه الجوفية، الووتر تيبل الموجودة في الأرض.
دي نقطة مهمة نحطها في اعتبارنا عشان لما نتكلم جيولوجيا. طيب زي ما قلت لكم ان في الفترة المطيرة او في الفترة بتاعت الافريكان هيوميد بيريود او الفترة بتاعت الافريقية الرطبة، كان نهر النيل مش مجرد انه هيجان بس، انا قلت لكم مستواه عالي جدا وبيعلو احيانا الى 120 قدم، كان بيصل لحد الاهرام. يعني المية بتوصل بكل الهضبة، لا يستثنى منها الا القمم بس اللي كانت موجوده، اللي هي البيدروك اللي موجود عليها الاهرامات، انما كل الهضبه كانت منغمره. يعني طول السنه سيول وتيارات منجرفه ونهر هائج وفيضانات عنيفه كانت بتجري في اي حاجه بتقف قصادها. فانت حضرتك مش بتتكلم على سنه او 2 أو 3 وبعد كده فيضان ضعيف، لا، ما كانش فيه سايكل، كانت حاجه رهيبه، تغيير مناخي عنيف مئات السنين ورا بعض الى درجه انا بتكلم 7000 9000 سنه. لما تبقى انت عندك تيار ميه عنيف، وبعدين بيصل مستواه الى ارتفاعات رهيبه. تم دراسه مستوى اللي هو النهر، يعني هو طبعا انتوا عارفين ان نهر النيل كان له فرع بيصل الى الاهرام اسمه فرع الاهرامات، وفي فرع اسمه فرع خوفو ده كان بيصل لحد الهرم. عشان الناس بس لما تتكلم تقول لك يعني هم جابوا الاحجار ازاي ونقلوها ازاي، طبعا ده موضوع حلقه تانية. بس لما تبقى عارف ان نهر النيل كان بيلمس البيدروك، بيلبس الارض حجر الاساس بتاعت الاهرامات لحد الميه. يعني انت ممكن توصل بقارب لحد الهرم، خلاص انت هتنقل بايه؟ تخلي النهر اللي ينقل لك. مش هنتكلم كتير في الموضوع دوت، بس عشان في حلقات جايه هتبسط موضوع كيفيه بناء الاهرامات. فانت عندك منطقه الجيزه كلها كانت منغمره، لاي شيء اي مبنى اي مجتمع كان هينجرف. وبعدين زي ما قلت لك ان تمثال ابو الهول بيتكون من 3 طبقات، ممبر 1 ممبر 2 ممبر 3. الجسم بتاع ابو الهول بيتكون من الممبر 2، الطبقه الثانيه بتاعت هضبه التورا، هضبه الجيزه بتتبع هضبه او جبال تورا، دي ضعيفه جدا. الراس اضعف اللي هي ممبر 3 اضعف كتير، عشان حتى تبص دلوقتي النحر على الوجه رهيب، النحر الهوائي، لان علامات النحر لما يبقى فيه نحر هوائي في المقام الاول بيبقى الشقوق عرضيه، برضو عشان دي معلومه عشان لما تدرب عينك. الشقوق لما تبقى عرضيه ده نحر هوائي، الشقوق لما تبقى طوليه او مائله ده نحر مائي. الشقوق كلها على جسم ورقبه ووجه ابو الهول شقوق عرضيه، شقوق يعني ده نحر هوائي. معنى كده ايه؟ معنى كده يا جماعه ان جسم ابو الهول تم تعريته ونحته وصقله بقى، او تهذيب الربوه ديت او البروز او النتوء او الاوت كروب دوت في فتره غير مش فتره مطيره. طب ازاي تفسر بقى الشقوق اللي هي الطوليه اللي موجوده في السياج، في الجدار بتاع الحوض بتاع ابو الهول؟ ده بسيط جدا، تفسيره بسيط جدا.